وللوقوف حولها آخر هذه الإحصاءات معنا عبر سكايب الأستاذ نعمان طرشا الصحفي والباحث في الشؤون الأوروبية. أهلا ومرحبا بكم. تحية لكم. أهلا وسهلا. فإذا الأرقام خطيرة، نتائج انتشار فيروس كورونا. هناك 210 ألف شخص في العالم لقوا حتفهم. هل أصبح العالم قريبا من احتواء الوباء كما تبدو آخر الأخبار في أوروبا، أم أن الموضوع أخطر من ذلك؟ هو أسبوع حازم ربما تنتظره أوروبا. كل الدول الأوروبية تنتظر خلال أسبوعين ما سيحدث، بدءا من تخفيف تدابير الحجر الصحي التي اقرتها بعض الدول. إيطاليا ستبدأ من الرابع من شهر مايو أيار القادم. فرنسا ستعلن الليلة عن تخفيف التدابير المفروضة. طبعا مدة الحجر الصحي هي 15 يوم. تنتظر الدول والحكومات مراقبة مدى فاعلية تخفيف التدابير على ارتفاع أو انخفاض معدلات الانتشار أو الوفيات. طبعا نعم. هل تستطيع أوروبا التعامل اليوم مع هذا الانتشار الكبير للوباء؟ هناك تقارير تقول بأن الجولة الثانية من الوباء ستبدأ قريبا، الجولة الثانية من الانتشار. هل من الطبيعي ومن المنطقي فك الحجر في الوقت الذي هناك تقارير علمية تقول بأن الوباء سينتشر بشكل مكثف أكثر؟ السببين مهمين هما وراء تخفيف الحجر الصحي. السبب الأول هو اجتماعي، لأن المواطنين الأوروبيين محجورون داخل منازلهم منذ أكثر من شهر تقريبا. هذا من ناحية. من ناحية الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل استمرارية الحجر، فربما هناك توجه نحو التكيف والتأقلم مع انتشار الفيروس وانتشار الوباء بانتظار الوصول إلى لقاح ربما يقضي عليه بشكل كامل. لكن حاليا التخفيف هو تدريجي طبعا، وهناك خطين كبيرين تحت تدريجي، لأن هناك تخوف طبعا، وهناك حالة من الإجراءات المفروضة على هذا التخفيف للحيلولة دون عودة موجة جديدة من انتشار العدوى. طيب، هناك بعض المسؤولون الخبراء الذين يتوقعون أن تفضي جائحة كورونا إلى تبريد حدة الصراعات الدولية والحديث عن وقف إطلاق نار عالمي. هل تؤمنون بهذه النظرية؟ طبعا هذا ما يأمله الكثيرون، لكن التصريحات التي تصدر من بعض الدول، منها اتهامات الولايات المتحدة للصين وروسيا وحلف الناتو لروسيا من ناحية، ربما لا تنبئ بخير. لكن ما يحدث اليوم هو توجه نحو محاولة الحد من الانتشار، لأن هذا الوباء لا يعرف الحدود ويصيب الجميع. طبعا المشكلة الأكبر ليست فقط في عدد الوفيات الكبير، لكن في الوضع الكارثي الذي ستشهده الشهور المقبلة على الوضع الاقتصادي. والوضع الاقتصادي لا نتحدث عنه فقط على المستوى الاقتصاد البنكي والحسابات المصرفية، لكن نتحدث عن المواطنين وحالتهم، وخاصة أننا نتوقع ركود كبير، وهذا ما سيؤثر على المواطنين وسيزيد من نسبة البطالة من ناحية ونسبة الركود والفقر من ناحية أخرى. طيب، ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز على لوم الصين في انتشار جائحة كورونا ويطالب بتعويضات. ما الهدف من هذه التصريحات برأيك؟ تصريحات ترامب كما اعتدنا عليه هي تصريحات ربما يطلقها ثم يعتذر عنها ويتراجع عنها ثم يقول أنه أخطأ. ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أنها تشهد أكبر عدد من الوفيات، وهو أمر كارثي بالنسبة لأي مرشح، وأمريكا تنتظر الانتخابات المقبلة.
تصريحات ترامب تأتي للصرف على المجال الداخلي، خاصة في ظل الانتقادات الكبيرة من ناحية لتأخره في فرض الحجر، لتأخره في فرض الإجراءات اللازمة، ومن ناحية أخرى لضعف وربما يعود إلى النظام الصحي الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات. فهو من ناحية يطلق هذه التصريحات، لكن من ناحية أخرى هو يستورد الكمامات من الصين وبشكل كبير. فالموضوع هو موقف متناقض طبعا. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فموقفها من الصين، ربما تنتقد بعض الحكومات وبعض الأحزاب مواقف الصين وعلى خطى ترامب وعلى خطى الولايات المتحدة في اتهام الصين بأنها تأخرت في الإعلان وإعلان الأعداد الحقيقية للوفيات وللوباء. لكن التصريحات الأوروبية هي حذرة طبعا بسبب العلاقات الوثيقة الاقتصادية، وطبعا يعود الموضوع الاقتصادي إلى الصدارة، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة ركود، وما تحتاجه الدول الأوروبية هو مساعدة ودعم، وخاصة أن الصين هي لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي. يعني هذه الطريقة لابتزاز الصين من أجل أن تدفع؟ العلاقات اصلا العلاقات الاتحاد الاوروبي مع اوروبا وعلاقات الاتحاد الاوروبي مع الصين هي وثيقه اصلا، وربما من ناحيه هناك تناقض بينها وبين العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، فهي علاقات استفزاز، ومن ناحيه اخرى هي علاقه ضغط. اما الاتحاد الاوروبي فله علاقات مفتوحه، ربما الكثير من الشركات والمصانع الاوروبيه هي موجوده على الاراضي الصينية، وهناك علاقة وثيقة في هذا الموضوع. نعم، اسمح لي أتوقف مع فاصل قصير ونستضيف أيضا ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي حسن حردان. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والصحفي حسن حردان، كما أرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ نعمان طرشة الصحفي والباحث في الشؤون الأوروبية وهو معنا من روما. أبدأ معك أستاذ حسن، يعني كما ذكرت مع الأستاذ نعمان، العالم هل أصبح أقرب إلى احتواء فيروس كورونا برأيكم، أم أن هناك موجة جديدة من الانتشار ستتكيف معها الدول الأوروبية كما ذكر الأستاذ نعمان؟ يعني أولا من حيث المبدأ لا أحد لديه ثقة بأن هناك سيطرة على هذا الفيروس حتى الآن ومنع انتشاره، لأن العلم لم يتوصل بعد إلى أولا لقاح لمعالجة هذا الفيروس، وبالتالي في ظل عدم وجود أي معطيات علمية لمواجهة هذا الفيروس ومعرفة كيف ينتشر وأخطار والى آخره، لا يمكن القول عن احتواء أو السيطرة، وبالتالي ممكن أن يعاود الانتشار بشكل أو بآخر، لا سيما وأن الكثير من الحالات التي تكتشف حديثا هي أيضا تكون قد نشرت الفيروس بحالات أخرى لا تظهر إلا بعد فترة من الزمن، يقدر بين 15 يوما إلى 30 يوما، وبالتالي هذا يفرض المزيد من الحذر في التعاطي مع هذا الموضوع وعدم التراخي، لأن تخفيف الإجراءات تحت عنوان طبعا أن هناك اقتصاد راكد وهناك مضاعفات اجتماعية صحيح، لكن هذا يفترض تحسب أيضا، بمعنى يمكن العودة للحركة الاقتصادية لكن مع التشدد بالإجراءات التي يجب أن تعتمد في مواجهة انتشار الفيروس، وعدم إتاحة المجال لعودة الحياة وكأن شيئا لم يكن. أستاذ نعمان، ذكرتم بأن الدول الأوروبية سوف تعتاد على وجود جائحة كورونا وتتكيف معها. هل نعود اليوم إلى سياسة مناعة القطيع التي بدأت فيها بريطانيا بداية ومن ثم تراجعت عنها؟ سياسة القطيع غير مجدية حاليا، لأننا أصلا في مرحلة لا نعرف
حقيقة على المستوى العلمي نشأة الوباء وكيفية فاعلية الحد من انتشاره. فهو طبعا هي نظرية فقط فارغة حاليا، خاصة أن الدول مختلفة وتداعيات انتشار الوباء هي مختلفة. هناك تفاوت بين ما حدث في الدول الأوروبية. إيطاليا هي الدولة الأكثر تضرراً، ربما إسبانيا، بعدها فرنسا. هناك لكن بعض الدول الأوروبية لم ينتشر فيها الفيروس بنفس الشكل وبنفس الحدة. فالنظرية اليوم غير مجدية. الشيء الوحيد المجدي هو الانتظار، انتظار علاج وانتظار لقاح. التخفيف الحجر الصحي التدريجي هو النقطة الأهم. طبعا التخفيف كما أعلنه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي كان واضحا أن الحياة لن تعود كما كانت حاليا، على الأقل في المرحلة الحالية. الإجراءات إجراءات التباعد الاجتماعي ستبقى مفروضة. هناك محاولات لإعادة فتح المصانع، لكن بتطبيق الإجراءات السلامة وتعليمات مشددة على التباعد ونظام العمل، وخاصة وسائل التنقل التي نقل العام التي هي ممكن أن تكون نقطة مهمة في إعادة انتشار العدوى. سيكون لذلك تداعيات أيضا اقتصادية كبيرة يعني على هذه الدول. التداعيات كبيرة كارثية ربما على كل العالم. هناك دول طبعا ستتحمل العبء الأكبر، لذلك تحاول دول الاتحاد الأوروبي اليوم العمل على التوافق على حزمة إجراءات ربما تحسبا لما سيحدث، وهو مؤكد أنه سيحدث من ركود اقتصادي كارثي ربما على السوق المشتركة الأوروبية. هناك حزمة توافقت عليها الدول، لكن توافقت على المبدأ بانتظار أن يتم التوافق على التفاصيل، وهي النقطة الأضعف في هذا الموضوع، خاصة في تناقض المصالح من ناحية، وتناقض ربما متفاوت نسبة التأثيرات على الدول واقتصادها الداخلي. نعم أستاذ حسن، هناك نقاش اليوم يدور أيضا حول ما هو الأهم، هل الفرد هو الأهم أو المجتمع وحياة الإنسان هي الأهم اليوم، أم العودة إلى العجلة الاقتصادية التي أيضا تؤمن الحاجات الأساسية لهذا الفرد؟ يعني الاثنين ضروريان. يعني الإنسان يحتل الأولوية، وضرورة أن يكون هناك مستلزمات الحياة متوافرة لأيضا توفير الأمن الغذائي والصحي للمواطنين. بهذا المعنى لا نستطيع أن نفضل أولوية على أولوية بهذا الإطار. أولوية حياة الناس هي الأولوية الأولى، وتأتي فيما بعد الأولوية الثانية اللي هي تأمين مستلزمات العيش. ولذلك يجب أن يكون هناك موائمة بين الأمرين، الاقتصاد لكن أيضا بما يحمي حياة الإنسان، لأن حياة الإنسان هي الأساس، هي المفترض أن تكون أولوية الأولويات بهذا الإطار. وهذا قد يسبب أكيد خسائر اقتصادية للشركات ورؤوس الأموال والى آخره، لكن هذا الأمر لا مفر منه. وقد يكون هذا أحد نتائج هذا الفيروس ضحاياه هو الاقتصاد، خاصة الاقتصاد الرأسمالي النيوليبرالي الريعي الذي هل يتجسد اليوم يعني بالصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هو صراع أولا سابق على الفيروس ظهوره، ومع ظهور الفيروس اشتد هذا الصراع لأن الولايات المتحدة الأمريكية تسيس هذا الأمر وتتصرف معه بمنطق تحويل الأزمة التي تعاني منها اليوم أمريكا وقد فيها باتجاه الصين. ترامب يعاني من مأزق داخلي، يريد تحميل الصين المسؤولية للهروب من المسؤولية التي رتبها نتيجة تعامله بالاستخفاف وبالاستعلاء وعدم الجدية في مواجهة الفيروس من البداية، مما أدى إلى كارثة في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هو يريد تحويل الأنظار عن مسؤوليته الداخلية باتجاه تحميل الصين هذه المسؤولية وابتزاز الصين أيضا ماديا.
لاستخدام ذلك أيضا لمعالجة الأزمة الاقتصادية الأمريكية. أستاذ نعمان، عالم كورونا وما بعد كورونا كيف سيكون شكله برأيك؟ حتما سيكون مختلف. هناك طبعا توقعات بركود اقتصادي عالمي، هناك توقعات بإمكانية أن يستطيع العالم أن يتخطى هذه تداعيات هذا الوباء. هو ليس جديد على تاريخ الإنسانية، لكن اليوم الوضع مختلف ربما، خاصة أن النظام العالمي سيكون مختلف، التوازنات العالمية مختلفة في ظل ارتباطها الوثيق بالاقتصاد. ما يحدث اليوم هو ضربة كبيرة ربما للصين، لكن الصين أثبتت أنها استطاعت في وقت قياسي تخطي هذا الوباء. ربما اليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية توجيه الأنظار نحوها واتهامها بأنها سبب المشكلة وأنها سبب الكارثة، وهو طبعا أمر عار عن الصحة. لكن اليوم الاقتصاد الصيني هو ربما سيدعم كل الاقتصاد العالمي. هناك توجه نحو روسيا، ربما عودة الدور الروسي، عودة الدور الصيني إلى الواجهة، وتداعيات ما سيحدث على الولايات المتحدة الأمريكية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية سيكون كبير، وسيؤثر على دور الولايات المتحدة الأمريكية وشكلها ضمن هذا النظام العالمي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نعمان ترشال، الصحفي والباحث في الشؤون الأوروبية، كنت معنا عبر سكايب من روما. شكرا على هذه المشاركة.